السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعي قناة كوزين لاله مريمة، عواشركم مبروك، الله يدخل عليكم الصحة والعافية وباش ما تمنيتو. اليوم بإذن الله كنقترح عليكم وصفة جديدة عبارة عن قنينطات أو أصابع بالكاوكاو والزنجلان، كيجيو معلكين ومقرمشين وناجحين 100%. نتمنى إن شاء الله ينال إعجابكم. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. بسم الله وعلى بركة الله. بالنسبة للمقادير غادي نحتاجو 250 غرام كاوكاو بلدي، صهدتو شوية في الفران وقشرتو غير شوية. 250 غرام زنجلان حتى هو مصهد غير شوية في الفران، ما يكونش محمر. 100 غرام سكر سنيدة تكون رقيقة. 50 غرام زبدة تكون من النوع الجيد. نص معلقة صغيرة قرفة مطحونة. وعندي هنا القليل من المسكة الحرة دقيتها مع شوية السكر سنيدة. غادي نحتاجو كذلك القليل من روح الزهر. على بركة الله. بالنسبة لطريقة التحضير، في إناء غادي نخلط الكاوكاو مع الزنجلان اللي صهدتهم في الفران. كنأكد خاصهم يكونوا غير مصهدين ماشي محمرين بزاف، حيت باقين غادي يتقلاو. غادي نضيف عليهم السنيدة ونخلطهم جيدا. من بعد غادي نطحنهم في الطحانة الكهربائية حتى نحصل على خليط بحال العقدة. من بعد ما طحنت الكاوكاو مع الزنجلان والسكر سنيدة وحصلت على عقدة بهذا الشكل، غادي نضيف القرفة مع المسكة الحرة تكون مدقوقة مع شوية السكر ومغربلة. غادي نضيف عليهم الزبدة تكون بحرارة المطبخ، وراس معلقة صغيرة روح الزهر. غادي نخلطهم مع بعض جيدا حتى يندمجوا العناصر كلها مع بعض. هنا كيف ما كتشوفوا، من بعد ما خلطت الحشوة جيدا مع بعض غادي نشكل منها أصابع تكون متوسطة في الحجم بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا. غادي نستمر بهذه الطريقة حتى نكمل الحشوة كاملة اللي عندي. هنا كيف ما كتشوفوا، من بعد ما كورت الحشوة غادي ناخد الورقة ديال البسطيلة. خديت هنا رابعة ديال الورقة ديال البخار تكون من الحجم الكبير. غادي نقطعها على زوج، ثم غادي نقطعها على 4، ثم غادي نقطعها على 8. كل ورقة البسطيلة كتعطيني 8 المثلثات. غادي ناخد اول مثلث، غادي ندهنه بالقليل من الزيت. انا كنستعمل الزيت احسن من الزبده. كيجيو القنينطات او البريوات كيجيو مقرمشين. كندهنوا الجهه الحرشه اللي كتكون في الورقه هي اللي كتكون من الفوق، والجهه الملسه كتكون من التحت.
غادي نوضع الحشوه، ثم غادي نجمع الجناب بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا. وغادي نبدا نلف. غادي نضغط على الحشوه واحد شويه. عندي هنا خليط ديال الطحين، خديت شويه ديال الطحين وخلطته مع المزهر، تقدروا تخلطوا غير بالماء عادي. ثم غادي نلصق به القنينطات ديولي. غادي نوضعهم في بلاطو فرش فيه منديل نظيف. غادي نستمر بهذه الطريقه حتى نكمل الحشوه اللي عندي. من بعد ما غادي نلفهم في الورقه، غادي نخليهم ينشفوا تقريبا 3 ساعات، عاد غادي نقليهم باش ما يطرطقوش في الزيت. هنا كيف ما كتشوفوا من بعد ما نشفوا القنينطات غادي نقليهم في الزيت تكون ساخنه، والنار خاصها تكون مهيله ما تكونش مجهده باش يطيبوا على خاطرهم من الداخل ومن برا ويجيو مقرمشين. غادي نخليهم حتى يطيبوا من التحت ونقلبهم على الجهه الثانيه باش يتحمروا. من بعد ما تحمروا القنينطات من جوج جهات كيف ما كتشوفوا، غادي نجيب العسل. حضرته في المنزل، غادي نخلي لكم رابط الوصفه في اسفل الفيديو في صندوق الوصف. خاص العسل يكون بارد وثقيل والقنينطات يكونوا سخان باش يجيو شاربين العسل. صافي غادي نصفيهم ونطفيهم في العسل. انايا قليت القنينطات في الليل، غادي نخليهم في العسل حتى الصباح باش كيجيو معلكين وشاربين العسل. ولا ما كانش عندكم الوقت على الاقل خليهم واحد 3 ساعات. غادي نستمر في القلي ديال القنينطات حتى نكمل الكميه اللي عندي، ونتلاقاو باش نشوفوا التزيين ديال القنينطات اللي حضرنا مع بعض. من بعد ما خليت القنينطات ليله كامله في العسل صفيتهم. عندي هنايا كميه من الزنجلان محمر، غادي نزين به جناب ديال القنينطات بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا. غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نزين القنيطات كاملين اللي عندي، ونتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوا الشكل النهائي في طبق التقديم. هذا هو الشكل النهائي ديال القنينطات اللي حضرنا مع بعض. تقدروا تعملوهم على شكل سيجار او على شكل بريوات، كيجيو لذاذ بزاف وكيجيو معلكين ومقرمشين من برا وشاربين العسل.
صراحة حشوة اقتصادية كتجي لذيذة بزاف. الا بغيتو تحتفظوا بهم في المجمد تقدروا توضعوهم في علب بلاستيكية، تعملوا طبقة من القنينطات وتغطيهم بالبلاستيك الغذائي، وتعاودوا طبقة اخرى من القنينطات وتغطيهم بالبلاستيك الغذائي حتى تكملوا الكمية اللي عندكم وتحتفظوا بهم في المجمد. كيبقاو مقرمشين ومعلكين لأطول وقت ممكن، بحال يلا قليتوهم. نتمنى ان شاء الله ينالوا اعجابكم. كنبغي نشكركم على حسن المتابعة، والى اللقاء في وصفة قادمة ان شاء الله.